السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة إن شاء الله هنشوف هنعمل إيه لو السوق عالي. السوق دلوقتي في قمة تاريخية بقاله فترة كبيرة ما اخترقهاش. إيه أنسب طريقة نعملها لما يكون السوق عالي؟ مبدئيا اول حاجة، لو حضرتك لسه موجود في السوق هقولك انت بتراهن على حاجتين. اول حاجة التعويم، انه ممكن يحصل في اي وقت وفي اي لحظة، لان التعويم بيجي واي حد فينا ما يعرفش التعويم هيحصل امتى. التعويم ده امر سري خاص بالبنك المركزي ورجال معينين في الدولة معدودين بالاسم، محدش يعرف ميعاد التعويم. فحضرتك بتراهن على التعويم ان ممكن يحصل تعويم في اي وقت، فممكن السوق يخترق منطقة ال 18,000 فالسوق يطلع. حضرتك بتراهن على التعويم. تاني حاجة حضرتك بتراهن عليها اللي هي الطروحات. هل الطروحات هتنقذ السوق وهتعلي السوق؟ انا شايف من وجهة نظري ان الطروحات مش هتخلي السوق يطلع للأسف. اقول لحضرتك ليه؟ لان اي طروحات بتسحب سيولة من السوق، فبالتالي حضرتك لو في طروحات ما تراهنش كتير على موضوع اختراق منطقة ال 18,000 نقطة، لان الطروحات هتخلي السيولة تتسحب وهتخلي المؤسسات تخرج الكاش بره، عشان لما الطروحات تحصل وتتم يقدروا يخشوا يشتروا في الشركات اللي هتنزل في البورصة. فحضرتك رهان الطروحات ده ابعده خالص. اي نعم الطروحات بتبقى ليها فايدة ولكن على المدى البعيد، ولكن المدى القصير لا. تعالوا نشوف لما بلتون كان موجود في السوق ولما نزل ولما كان في اكتتاب بحوالي 10 مليار جنيه، ايه اللي حصل في السوق؟ السوق كان فيه جفاف، ما كانش فيه سيولة. كانت تقريبا في وقت من الاوقات كانت التداول، قيمة التداول مليار ومتين. دلوقتي الحمد لله بعد اسهم الاكتتاب ما نزلت في بلتون، دلوقتي الحمد لله في سيولة والتداول ما بين 2 مليار و600 وصل ل 3 مليار. فحضرتك لو بتفكر في الطروحات فبرضو السوق ما اعتقدش ان هو يخترق منطقة ال 18,000. يبقى اذا حضرتك بتراهن على حاجة واحدة بس اللي هي التعويم، وده ممكن يحصل في اي وقت وممكن ما يحصلش، محدش عارف، ولكن بنسبة 80% هيحصل تعويم، وفي الاغلب هيحصل على الشهر الجاي، والله اعلم. ولكن هنتكلم دلوقتي احنا في السوق هنعمل ايه. حضرتك دلوقتي لو حضرتك شاري اسهم كويسة وباسعار كويسة، ما تخرجش منها بكل الكميات، خفف على قد ما تقدر، خفف من الكميات على قد ما تقدر. ده في حالة لو كنت شاري اسهم كويسة باسعار كويسة. طيب لو حضرتك شاري في اسهم كويسة واسعار عالية، لا حضرتك اطلع خالص من السوق واخرج من السوق، لان الاسعار الكويسة دي هتنزل بيك. انت حضرتك بتراهن على حاجة واحدة بس اللي هي التعويم. لو حضرتك شاري في سعر عالي فالسعر ده هينزل بيك. حضرتك هتستفيد ايه؟ هقول لحضرتك دلوقتي لما السوق يبقى عالي معرض ان هو ينزل في اي وقت، ممكن ينزل بسبب وممكن ينزل من غير سبب. اي اخبار اقتصادية الفترة الجاية لو هي مش كويسة لا قدر الله، او لا قدر الله اي كوارث او اي حروب تحصل، ممكن تسبب في نزول السوق بعد كده لما ينزل الاسعار اللي هي الاسهم اللي حضرتك شاريها بقى باسعار كويسة هتنزل
حتى لو هي اسعارها كويسة هتنزل اكتر، فهتصبح محفزة وجيدة اكثر للشراء، فبالتالي حضرتك هتشتري في سعر كويس جدا جدا جدا. ولما السوق يرد لأي خبر ايضا، او مش لازم اخبار، ممكن السوق يطلع طبيعي جدا ان البورصة صعود وهبوط، حضرتك هتكسب مكسب كويس. عشان كده انا بقول لحضرتك دايما لما السوق يبقى عالي خفف من الكميات، حتى لو حضرتك شاري اسهم كويسة. لو شاري اسهم مضاربات او شاري اسهم كويسة باسعار عالية، اطلع من السوق، لان حضرتك ممكن السوق ينزل بيك ارقام كبيرة، 1000 نقطة او 2000 نقطة، ممكن الاسعار تنزل بيك حضرتك تبيع بخسارة اكبر، ما تقدرش تستحمل ان حضرتك المحفظة بتاعتك عمالة تقل يوم بعد يوم. فانا بنصح حضرتك، ولسه السوق ما صححش ومنزلش عدد كبير من النقاط، فالحق دلوقتي اتصرف قبل فوات الاوان. اتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، واتمنى الاشتراك في قناة اكاديمية عواد. وايضا انا بخطر حضراتكم ان في جروب اسمه البورصة في اكاديمية عواد، اتمنى الاشتراك في هذا الجروب. واهلا وسهلا بحضراتكم في اكاديمية عواد مرة تانية، وشكرا جدا لكم.